بيبدأ فيلمنا مع فرقة القائد بارني وهم رايحين ينقذوا مجموعة من الأسرى في دولة إفريقية. وقتها بيكون القرصان بيمثل بيهم قدام الكاميرا، بتظهر فرقة بارني وبيوجهوا الأسلحة ناحيتهم وبيبدأوا يتفاوضوا معاهم. وبارني بيقول له إن أنت تاخد 3 مليون دولار مقابل الأسرى، لكنه بيسوق فيها وبيسوق الطمع وبيبقى عايز 5 مليون. ولأن جانر ما عندوش صبر فبيروح شاتم القرصان، فبيتعصب فجانر بيضرب عليه بالنار وبيشقه نصين وبيبدأوا يضربوا على بعض، فبيفصلوا الكهرباء وبيشغلوا الرؤية الليلية وبينزلوا فيهم ضرب. وبعد كده بيشغلوا النور وبيكون اتبقى منهم ناس بسيطة وبيكونوا برضو عاوزين يقتلوا الرهاين، فبيخلصوا عليهم هم كمان. بس في اللحظة دي بيلاقوا جانر بيعلق واحد وعاوز يشنقه، فبارني بيقول له يسيبه لأن دي مش طريقتنا في تنفيذ المهمات. بس جانر ما بيسمعش الكلام، فبيجي واحد من الفرقة من وراه وبيضربه، بس لأن جانر أجمد منه ما بيقدرش عليه وبيزنقه بالسكينة، فبارني بيجي يلحقه في اخر لحظه. وبعد كده بيلم الرجاله وبياخد الطياره وبيروحهم، بس بيكونوا رابطين جانر في الطياره عقابا ليه لانه خالف الاوامر. وبعد كده ليه بيروح يفكوا باوامر من بارني، وبعدها بيروحهم ليه بيروح لليس صاحبته وبيكون جايب لها هديه، لكنه بيسمع صوت جاي من جوه البيت وساعتها بيعرف انها اتجوزت. وبيتشكلوا مع بعض وبتقوله انها ما تعرفش عنه اي حاجه ولا عن حياته، وان هو بيظهر ويختفي وقت ما يحب، بس هو بيتجادلش معاها كتير وبيسيبها ويمشي. وبعد كده بيظهر بارني وهو رايح لصاحبه تول عشان يعمل له الوشم الجديد، وبيتكلموا عن المهمه الاخيره اللي هم نفذوها، وبيقولوا ان هو طرد جانر من الفرقه لانه ما بينفذش الاوامر وبيعمل لهم مشاكل. وبيقترح على تول ان هو يرجع الفريق تاني، بس تول بيقول له ان هو بعد المهمه الاخيره بتاعتهم في نيجيريا وعد نفسه ان هو مش هيرجع للمهمات الخطره تاني. وبعد كده ليه بيوصل المكان وبيكون متنشن بس ما بيقولهمش السبب. وساعتها تول بيجوله اتصال وبيقول له ان هو دلوقتي عنده 3 مهمات بس واحده فيهم بس هي اللي فيها فلوس كتير، فبارني بيقبلها. وساعتها بيروح الكنيسه وبيقابل تشيرش وبيقول له ان احنا هنستنى الطرف التاني اللي هيعمل المهمه معاك. وساعتها بيظهر صاحبه اللي هو قتله من زمان لكن بيتضح ان هو عايش دلوقتي. وساعتها بيكلموا تشيرش عن المهمة وبيقول لهم ان هم يتخلصوا من جنرال فاسد بيستعبد شعبه. بس ساعتها ترينج بينسحب من المهمة وبيسيبها كلها لبارني. وبعد كده بارني بيتفق على سعر المهمة واللي بيكون 5 مليون دولار، هياخد نصهم قبل المهمة والنص التاني بعد ما يخلصوا. فتشيرش بيقول له ان هو موافق وهينفذ له اللي هو عايزه. وبعد كده بارني بياخد العربية بتاعته وبيطلع على الجراج وبيقابل جانر هناك، وجانر بيطلب منه ان هو يرجع الفريق مرة تانية، بس بارني بيقول له ان انت ما بتنفذش الاوامر وده انا الثقة اللي ما بينهم، وان انت ما عادش ينفع ترجع الفرقة مرة تانية. ساعتها جانر بيهدده وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده بارني بيلم الفرقة بتاعته وبيقول لهم ان هو يروح الجزيرة الاول عشان يستكشفها، وبياخد ليه وبيطلع بالطيارة على الجزيرة. وبعدها بيوصلوا بيختموا جوازات السفر وبيمشوا في البلد عشان يستكشفوها. وساعتها الجيش بيجي وبيعتدي على السكان المحليين، بس ليه بيطلع الكاميرا وبيصورهم لحد ما بيمشوا. وبعد كده بيروحوا عشان يستنوا المخبر بتاعهم، وبتطلع بنت واسمها ساندرا وبتاخدهم تلففهم في الجزيرة بالعربية بتاعتها، وبتقول لهم ان الجنرال جارزا باع شعبه مقابل الفلوس. وبعد شوية بيوصلوا لمكان قريب من القصر، وساعتها الجيش بيجي ناحيتهم وساندرا بتطلب منهم ان هم ما يتكلموش. وبعد كده بتقعد تزعق هي والجنود وبتقول لهم ان الارض مش بتاعتهم، فبيقولوا لها انهم حذروها قبل كده ما تجيش هنا تاني حتى لو كانت بنت الجنرال، وبيخطفوها عشان يرجعوها لابوها تاني. وساعتها بارني وليه بيتدخلوا وبينقذوها منهم وبياخدوها وبيهربوا. وبيوصل ليه هو وساندرا عند الطيارة وبيقول لها تهرب معاهم، فبترفض انها تهرب معاهم وبتسيبه وتمشي. وبارني وهو رايح ناحية الطيارة بيقابل 2 فبيموتهم، وبيلحق الطيارة على آخر لحظة. وبيسألوا ساندرا فين، فبيقولوا إنها مرضتش تيجي، وبيقرروا يرجعوا عشان يخلصوا على العصابة اللي كانت بتطاردهم. وبيرجعوا بيموتوا كل الناس اللي في المينا وبيولعوا في المينا كلها قبل ما يمشوا. وبعد كده بيظهر جيمس وهو بيتكلم مع الجنرال جيرزا وبيقوله إن بنتك شغالة مع العدو وإنها اتقلبت علينا، وبيقولوا إنهم هيمسكوها وهيموتوها. فالجنرال جيرزا بيقول له ان مفيش حد يقتل اي فرد من افراد عيلته وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده بيظهر جانر بعد ما خان فرقة بارني وبيشتغل دلوقتي لصالح جيمس، وبيقول له ان هو عارف عنهم كل حاجة لانه كان شغال معاهم. وبعد كده بارني بيلم الفرقة بتاعته وبيفهمهم ان المهمة دي الغرض الاساسي منها هو قتل جيمس بعد ما اتقلب على وكالة المخابرات الامريكية، وانه بيدعم الجنرال جيرزا عشان مصلحته الشخصية. وتاني يوم ليه بيروح يشوف صاحبته ليز وبيلاقي ان جوزها واخدها كام بنية في وشها، فبياخدها معاه وبيطلع على جوزها وبيمسح به الارضية هو واصحابه، وبعد كده بياخدها وبيمشي.
وفي الوقت ده على الجزيرة جيمس ورجالته بيكونوا بيدوروا على ساندرا في كل حتة، لكنها ما بتكونش موجودة في البيت. وبعد كده بارني بيروح يقابل صاحبه تول وبيحكي له عن الموضوع بتاع ساندرا وانها مرضتش تهرب معاهم عشان ما تتخلاش عن بلدها. وفي الوقت ده جيمس ورجالته بيقدروا يمسكوا ساندرا وبيعذبوها عشان يعرفوا منها خطة بارني وفرقته. وفي الوقت ده بارني بيقول للفرقة بتاعته ان هو هيروح الجزيرة لوحده لأسباب شخصية وان هو مش عاوز اي حد يجي معاه، لكن يانج بيروح معاه وبيقول له ان انا مش هسيبك. وساعتها جانر بيظهر بالعربية بتاعته وبيفضل يضرب عليهم نار هو ورجالة جيمس، لكن يانج بيطلع من العربية وبيضرب كام واحد منهم وما بيتبقاش منهم غير جانر بس. فبارني بيقلبه بالعربية لكنه بيطلع منها، فبعد كده يانج بيفاجئه وبيفضل يضرب فيه، بس ساعة ما جانر بيفوق بيمسكه يعجنه وبيمرجح فيه لحد يا بارني بيضرب عليه نار. وبعد كده بيسأله عن اللي هو شغال معاه، فبيقول له عن كل حاجة وعن جيمس. وبعد كده بارني بياخد الفرقة بتاعته بالطيارة وبيقول لهم ان هو هيقول لهم التفاصيل بتاعة الخطة في الطريق. ولما بيوصلوا الجزيرة بيتفقوا ان هم هيلغموا القصر كله لانهم لازم يخرجوا من هناك قبل 20 دقيقة عشان القصر كله هينفجر. وبعد كده كل واحد من اعضاء الفريق بيحط القنابل في المكان المطلوب منه. بارني بيخش يدور على ساندرا وبعد كده بيلاقيها، وبعد كده رجالة جيمس بيمسكوه وبينزلوا فيه ضرب، وبعد كده اصحابه بييجوا وبيضربوا رجالة جيمس. وساعتها الراجل اللي ضرب بارني بيحاول يهرب، بس بارني بيمسكه وبيبدأ القتال ما بينهم وبيفضلوا يضربوا في بعض. وفي الوقت ده الفرقة بتكون بتواجه وقت عصيب وهما بيحاربوا جيش جيمس وبيبقوا خلاص على وشك ان هم يتمسكوا، لكن في اللحظة الأخيرة بيجي صاحبهم وبيصفيهم كلهم. وبعد كده الفرقة بتتجمع مرة تانية وبيكونوا رايحين يفتحوا الباب عشان يخرجوا من القصر، بس بيلاقوا جيش جيمس كله مستنيهم بره. وبعد كده بيظهر الجنرال جيرزا وبيكون رجع لعقله أخيرا وبيقول للجيش بتاعه إنهم لازم يخلصوا على جيمس ورجالته وأي واحد من الأمريكان اللي موجودين على الجزيرة. بس جيمس بيغفله وبيجي من وراه وبيضربه بالنار من ظهره، وساعتها الجيش كله بينزل ضرب في بارني ورجالته وبيبقوا عايزين يفجروا القصر كله، بس بيأخروا الوقت لحد ما ساندرا تخرج منه. وبعد ما اطمن خلاص ان ساندرا خرجت من القصر ليه بيقول للبارني بسرعه ان هو يفجر القنابل، وساعتها بيجيبوا القصر كله على الارض. وفي الوقت ده جيمس بياخد ساندرا وبيكون عاوز يهرب من الجزيره بالطياره الخاصه بتاعته، لكن ليه بيروح مولع في الخندق اللي هم مالينه بنزين قبل العمليه. لكن جيمس بيعرف يتصرف وبيعدي من النار دي، وفي اللحظة دي بارني بيقوم مفجر الطيارة الخاصة بتاعة جيمس، وبيقوم جيمس واخد ساندرا كرهينة وبيهدد بارني بيها وبيقوله ان هو لو ما سابوش يمشي من الجزيرة هيقتلها. فبيروح بارني منزل السلاح بتاعه وجيمس بيروح واخده على اخوانه وضربه بالنار، وبيقعد يزعق له وبيقوله ان انا كان ممكن اخليك غني وكنت هدفع لك اكتر ما الوكالة بتدفع لك. لكن بارني بيفضل يسهيه في الكلام لحد بيسيب ساندرا وبيروح مفاجئه وبيضربه بالنار وبيموته، وبكده بتكون المهمة انتهت. وبعد كده بارني بيلم الفرقة بتاعته وبيتجمعوا عند الطيارة عشان يمشوا، وقبل ما يرجعوا على أمريكا بيدي لساندرا رقم حساب بنكي عشان يصلحوا البلد، وبيقول لها إن هو ممكن يجي هنا مرة تانية في يوم من الأيام. وبكده بينتهي الفيلم. سلام.